سلام غزالات، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك تيجي روعه لذيذ بزاف مع واحد الصوص اللي تيخليه خيال في المذاق. تيجي خفيف مفشفش وفي نفس الوقت طالع مزيان. ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو ليها: واحد 4 ديال الليمونات مندارين، غادي نقطعهم بقشورهم ونختار غير اللي عندهم داك البيض رقيق، ما يكونش غليظ باش ما تجيناش مره. وغنحيد دوك العظيمات اللي تيكونوا فيه لداخل. غنضيف عليها كاس ديال سنيده، كاس الزيت، ساشيه ديال الفاني، قبيصه الملحه. غنضيف 3 ديال البيضات وقشور ديال الليمونه. غادي نوضع كلشي في الخلاط ونطحنو تيتطحن عندي مزيان. من بعد غادي نخويه في واحد البول. بالنسبه لهادوك الحبيبات الليمون اللي تيبقاو، اللي بغاتهم تخويني شان كيدر، اللي ما بغاتهمش تصفي الخليط ديالها. من بعد عاد تضيف الدقيق. هنا عندي ربع ديال الدقيق ضفتو على مراحل، ضفت ليه 2 خمارات. غادي نحرك ونبقى نضيف الدقيق كما قلت على مراحل حتى نتحصل على قوام التالي، ما تيكونش خفيف وما تيكونش ثقيل. بالنسبه للمول اللي غادي نوضع فيه الكيكه ديالي، ندهنو مزيان بالزبده وندير عليه الدقيق باش ما تلتصق لياش. غادي نصب فيه الخليط، ما تيكونش خفيف او لا قاصح. بالنسبه للكيكه الا كان زايد ليها الدقيق فوق من القياس راه تجينا مطقصه وثقيله، وفي نفس الوقت الا كان نقص عليها الدقيق راه تجينا هابطه، ما تتنفخش نهائيا وتجينا مزيته بزاف. لهذا ضروري نردوا البال للقياس نتاع الدقيق اللي غادي نضيفوا ليها. تقدري تفوتي 4 بجوج معالق اولا 3 حسب الدقيق ديالك واش تيشرب ولا لا. غنضربوا على بلون طرافاي واحد شويه، وكيف ما شفتوا الحبيبات راه تيجيو جميلين بزاف، تيعطيو واحد المنظر. حتى المذاق ديال الليمون تيكون شويه مجهد على الا صفيتيهم. من بعد غنوضعها في الفران اللي يكون شاعل من قبل، ندخلو نقص عليها ونخليها طيب. هنايا من بعد ما طابت ليا غادي نجربها واش طاب. نوضع فيها العود تيخرج ليا ناشف، بمعنى راه طابت. غادي نردها باش تحمر وندوز نصاوب لاصوص اللي قلت لكم. غنستعمل فيها كاس ديال الليمون، معلقه ديال النشا، 2 معالق كبار اولا 3 ديال السكر على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما، ونضعهم فوق البوطه حتى يعقدوا ليا واحد شويه. نحيدها من فوق البوطه ونوضع عليها معلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون بمذاق زوين. غادي نخلطها نغطيها بسلوفان ونحطها تبرد على خاطرها. هنايا الكيكه ديالي من بعد ما تحمرات غنجبدها نديمو ليها، تاخد ليا في الفران 45 دقيقه. غزالات اللي وصلت هذه المرحله من الفيديو وعجبها الفيديو طبعا ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلها كل جديد، وتشارك الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالها. وكيف ما شفتوا تجي خفيفه بزاف طالعه وتيبانوا فيها دوك الطريفات ديال قشوره الليمون. غادي نحطها في طبق التقديم وندوز نوضع عليها لاصوص اللي حضرت من قبل. هنا ضروري البنات الا بغيتو تسقيوها تكون عندنا الكيكه مازال سخونه باش تشرب لينا هذيك لاصوص وتجينا رطبه اكثر. من بعد ما سقيتها غادي ندوز نقطع لكم طريف منها باش تشوفوا النتيجه ديالها كيفاش تجي. هنايا الكيكه ديالي كيف ما شفتوها، مازال تنزيد نسقيها بديك لاصوص تجي المذاق ديالها رائع جدا. حتى البنات الطريفات اللي تيكونوا عندنا داخل ديال الليمون كيفاش دايرين، تجينا طالعه ومفشفشه رطبه. متاكده غادي تجربي هاد الكيكه وغادي تعاوديها وتعاوديها. بالنسبه لدابا هذا ماشي وقت المندارين، انا هاد الفيديو هذا صوبته مني كان المندارين يلا خرج في السوق، يعني كان موجود. ما كتبش نحطو لكم حتى لدابا. اللي عجبتها الوصفه مع العائله تحتفظ بها حتى الوقيته ديال المندارين وتطبقها. وشكرا على حسن المشاهده.